أنا بس عايزك تفكر معايا إحنا ليه بنقرأ القرآن؟ ليه؟ عايزك تفكر معايا كده. تعرف إحنا بنقرأ القرآن ليه؟ هناك سببان رئيسيان في هذه المسألة. في سببين مهمين جدا عشانهم إحنا بنقرأ القرآن ولازم نقرأ القرآن الكريم. السبب الأولاني أن هذا القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام له طرفان. طرف بيد الله عز وجل، وطرف بأيديكم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى في طرف في يد الله عز وجل وفي طرف في أيدينا. فيا ترى نعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا به. الطرف اللي في إيديكم تمسكوا به. احنا هنتمسك بالطرف دي ليه؟ لأننا لو تمسكنا به لن نضل أبدا. يبقى القرآن الكريم هو الطريق الموصل إلى الله. القرآن الكريم هو الطريق الموصل إلى الحق. القرآن الكريم هو الأداة التي تجعلك قريب من الله عز وجل. القرآن الكريم هو الأداة التي تجعلك تحافظ على القنوات التي فرضها الله عليك، المشروع لك. عشان كده كان مهم جدا إن القرآن الكريم لازم نقراه. طرف منه بيد الله وطرف منه بيدك. فحينما تقرأ القرآن فكأنك أنت استعملت ذلك الطرف الذي بيدك والذي الطرف الآخر له بيد الله عز وجل، فأنك أصبحت على علاقة مباشرة بالله عز وجل.